جمعتهم قصة حب جامدة من وهم صغيرين. كانوا عايشين في شارع واحد وبيلعبوا كل يوم مع بعض. اتقال انهم اتعاهدوا على الجواز وبسببها كان هيفقد حياته، وحاول حد يخلص عليه. بعدها اتفرقوا وراحت هي اتجوزت محمد حلاوة، بس المشاكل ما خلصتش بين حلاوة وبين حبيبها الأولاني. فيلا بينا أعرفكم أول قصة حب في حياة ياسمين عبد العزيز اللي كان بطلها لاعب الاسكواش المشهور أحمد برادة، وإزاي كانت نهايتها. وليه يا ترى هشام سليم كان عايز ياسمين عبد العزيز ولقح كلام عن وجود علاقة مش تمام بينها وبين أحمد برادة؟ تابعوا بقى الفيديو ده وهتعرفوا كل الحدوتة. من وهم صغيرين كانوا تقريبا متربين مع بعض وعايشين كمان في منطقة واحدة هما الاتنين، وهي منطقة المعادي. بيلعبوا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، بيخرجوا كمان مع بعض. وكان عادي جدا انك تشوف ياسمين عبد العزيز مع احمد برادة ماشيين في شارع واحد